بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جبت لكم هذه المينيات اللي هي جات الله يبارك قمة البرنامج بشكل صح، عجبني جا روعة. أتمنى تجربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. لهنايا درت عندي كابريس، درتو لهنايا أي ذوب على نار قليلة، درتلو شوية تاع حليب فقط حوالي 2 مغارف. لاجينواز تاعي كيما راكم تشوفو قطعت على دوائر. العجينة تاع لاجينواز طريقة التحضير والمقادير تلقاوها في فيديوهات عندي سابقة. أنا خدمتها هكذا من قبل ما صورت، يعني صورتها من قبل على بها، ما حبيتش نعاودها دوكا باش الفيديو نتاعنا ميجيش بزاف طويل. لأن هذيك لاجينواز تاعي قسمتها لدوائر كيما راكم تشوفو هكذا بواسطة سيس ولا المول اللي نتوما حابينو. من بعد شربتها بشوية تاع حليب، حطيت لها كريم شانتي، من بعد درت لها هذاك الكابريس اللي كنت ذوبتو في الوسط. بهذه الطريقة نتمنى يكون كلشي واضح قدامكم. هنا من بعد حطيت لها شوية جوز مكسر، حطيته لهنايا من الفوق كطبقة، خاصة في الوسط يعني كثرت. من بعد راح نكمل بنفس الطريقة هذه. طبقة نتوما واش حابين، يعني لا تغسلي راح تجيكم شغل حلوة مع المكسرات، راح تجي يعني بنة وفايدة. من بعد أنا راني حطيت الطبقة الثانية من لاجينواز نشربها كيف بالحليب، أيضا راح نحط لها الكريم شانتي ونحط لها الكابريس. بهذه الطريقة. كيما راكم تشوفون إن شاء الله يكون كل شي واضح قدامكم. هكذا من بعد نحط لها كيف الجوز كيما قلت لكم الطبقة هذه. كيما راكم تشوفو راجل صحي شاي الله يبارك ما شاء الله. بهذه الطريقة كيما راكم تشوفون هنا هذه طبقة ثالثة، أنا اكتفيت بهذا القدر يعني من الطبقات، هذه درتها طبقة أخيرة. الصوت تاعي برك مفهومش راح يكون مفهوم. شربت لهنا هكذا كيما راكم تشوفو بيا بالحليب. من بعد راح نغطيها كامل بالكريم شانتي كيما راكم تشوفون. من بعد كيما راكم تشوفو زكمتها لهنا، هذاك الكابريس كمية اللي تبقى تاعها نحطها هكذا على الأطراف باش يجي يعني الشكل تاعو يجي شباب ويجي شاهي في المنظر. نكمل كامل بهذه الطريقة. طبعا طريقة التزيين اختيارية والحشو اختياري، أنا حبيت الجزء من الكابريز اللي يمدلها بنة رائعة، يعني بنة ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم.
بعد ما كملت الأطراف راح الوسط أيضا، يعني راح نحط له هذيك كمية من الكابريس باش يجي الشكل تاعها شباب، وأيضا ذوق تاعها جم ما شاء الله. من بعد راح نزين هذا كيما راكم تشوفوا بالجوز. أنا هذه لاصارت تاعي جاتني القطرة تاعها حوالي 10 سنتيم، يعني راهي صغيرة لاصارت هذه ماشي كبيرة، جات صغيرة بزاف يعني. هاكا تقدري ديريها بأبسط المكونات. الهنا راهي واجدة وبالصحة والراحة. تبعو معايا الفيديو باش تشوفوا يعني من الداخل كيفاش جات، نقسمها قدامكم باش تشوفوا كيما جات والذوق تاعها جا نقولو جايتك في الجنة. متنساوناش بالتعليق شباب، بارك الله فيكم. القوام تاعها جا رائع الله يبارك، جا ما شاء الله. شوفها في الوسط جات الله يبارك، جات مشربة ماشي لهذيك الدرجة يعني مشربة بزاف، جات بنينة بزاف مع الحشوة تاعها مع هذاك الكابريس، وجلها بالصحة والراحة. بقى لي غير نقولكم بارك الله فيكم كامل المتتبعين تاوعي الأوفياء، مرحبا بالمشتركين الأقدم والجدد، بارك الله فيكم كامل. نقولكم اللي مش مشترك في القناة يشترك فضلا وليس أمرا، حطولنا لايك لأن اللايك هو اللي يخلي الفيديو يطلع لأكبر عدد مشاهدة. ما تنسوش تخلولنا تعليق شباب، ودمتم في رعاية الله وحفظه.